بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العليم الستار، المتفضل بالعطاء المدرار، النافذ قضاؤه بما تجري فيه الأقدار، يدني ويبعد، يشقي ويسعد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مكور الليل على النهار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي المختار، الشفيع في من يصلي عليه من النار، صلى الله عليه وعلى آله ما طلع فجر واستنار. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم مع الجزء 17 في سورة الأنبياء، الآية 35. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة لو أن كل إنسان منا جعلها أمام عينيه وفي قلبه وفي خاطره وفي عقله، ما ظلم أحد منا أحدا، ما أكل أحد منا حق أحد، ما أذى جار جاره، ما قطع صاحب رحم رحمه، ما تكلم أحد في أحد بنميمة أو بغيبة أو تكلم في عرضه، ما ترك واحد منا صلته بربه، ما عق منا واحد أباه أو أمه، ما قطع واحد منا أخاه. لماذا؟ كل نفس ذائقة الموت. ما أصبح الواحد منا عبدا رمضانيا يقبل على ربه في رمضان، ثم بعد ذلك يتبع طريق الشيطان. الإنسان إذا جعل هذه الآية أمام عينيه، كل نفس ذائقة الموت، وكل كما يقول علماؤنا تفيد الشمول إلا ما ورد فيه استثناء، لكن في هذه الآية الكريمة تجد بأن الآية تشمل الكل، كل نفس ذائقة الموت. وإذا ما علم الإنسان بأنه سينتقل من هذا العالم إلى عالم البرزخ، وبأن الله تبارك وتعالى قد أخفى عنه هذه الساعة لكي يكون مستعدا في كل أوقاته وفي كل أحواله بأنه سيقابل الله تبارك وتعالى. كنت في الآية الماضية وفي الحلقة الماضية أتحدث حول قول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واليوم يأتيني خبر وفاة ابن عمي وهو يصلي بأهله صلاة التراويح، فيأتي في الركعة الأخيرة من الوتر بعد أن قرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وإذ بالأجل يأتي، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن كان ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من موت الفجأة أو الفجاءة لأنه أخذة أسف، أو لأنه فرحة للمؤمن وحسرة على الكافر. فرحة للمؤمن لأنه كان مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى في كل أحواله وفي كل أفعاله، فهو دائما حتى وإن أخطأ، لأننا لسنا ملائكيين ولسنا أنبياء ولا مرسلين، لكننا حينما نخطئ، والعبد من شأنه أن يخطئ والرب من شأنه أن يغفر. الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم إن كنت بالغدر موصوف فأنا بالجود معروف، وإن كنت ذا خطايا فأنا ذو عطايا، وإن كنت ذا جفاء فأنا ذو وفاء، وإن كنت ذا غفلة وسهوة فأنا ذو عفو ورحمة.
والعبد حينما يذنب ويرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب العظيم، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم يقترف العبد ذنبا آخر ويعود إلى ربه فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب العظيم، أشهدكم أني قد غفرت له. وفي المرة الثالثة يقول الله تبارك وتعالى: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فالعبد الأواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى فالله يفرح به كما ورد في الحديث: كل نفس ذائقة الموت. ولذلك في أحاديث كثيرة على روايات مختلفة: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبده خيرا طهره، إذا أراد الله بعبده خيرا عسله أو عسله. قال: وما استعمله وما طهره؟ قال: إذا أراد الله بعبده خيرا يوفقه لعمل صالح فيقبض على هذا العمل. والعمل الصالح أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى لا ينحصر في صلاة أو في صيام أو في زكاة أو في حج. من الممكن المرأة حتى تؤدي هذا الطبخ وهذا الأكل لو ماتت تحسب في طاعة الله، والرجل جالس مع أهله يحسب في طاعة الله، طالما أن الأمر مباح، والرجل في عمله، والرجل وهو يتصدق، والرجل وهو يصل رحمه، والمرأة وهي في أحوالها في أحوال المباح، وهي تعد طعامها وهي تعد ملبسها وهي تعد الطعام لأهلها. كل ذلك يعد من الأمور التي هي ترضي الله تبارك وتعالى. فلا يتوقف الموت الطيب على الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا أمر طيب لا خلاف فيه، لكن لا نحصر هذه الأمور في الصلاة فقط. فهذا الفقيد رحمه الله حينما يقبض بين يدي الله تبارك وتعالى وهو واقف بين يدي الله في صلاة التراويح ويصلي بأهله، وتنتهي قراءته بقراءة سورة الإخلاص، سورة التوحيد، ماذا نريد أفضل من ذلك؟ والله هذا فرح وليس عزاء. لماذا؟ لأننا نحكم بالظاهر بأنه فارق هذه الحياة وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد فارقت روحه جسده وهو يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فهو قد فارق الدنيا على التوحيد بقراءة سورة التوحيد، بقراءة سورة الإخلاص، وهو يؤم أهله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الموقف لا أتكلم فيه بناحية شخصية، ولكن أتكلم فيه بناحية العموم، بأن الإنسان يكون في كل أحواله مطيعا لله تبارك وتعالى، يكون في كل أحواله مقبلا على الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يوصي: إن كان عليك مال، إن كان عليك كذا وكذا، لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو تحت رأسه، فتوصي أهلك بأنه عليك كذا وكذا. لماذا؟ لأن الموت لا يعلم أجله ولا يعلم موعده إلا الله تبارك وتعالى. وكأن هذه الرسالة كل نفس ذائقة الموت رسالة للخلق كافة: الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الملك والمملوك، الغني والفقير، الصحيح والمريض. لماذا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني امتحان وابتلاء للفقير، والفقير امتحان وابتلاء للغني، والحاكم ابتلاء للمحكوم، والمحكوم ابتلاء للحاكم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وفي آية أخرى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا ومشايخنا وكل من رحل عنا، واغفر بصفة خاصة لابن عمنا، وألهم أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجمعنا وإياه في مستقر رحمتك إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنه مات أمامنا على شهادة التوحيد وعلى قراءة سورة التوحيد، وكان واقفا بين يديك، فاجعل ذلك كله في سجل حسناته، وألهم أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.